تصوروا معي سيداتي سادتي ما الذي سيحصل الآن. تصوروا معي أننا سنقدم درع الحمامة للحمامة. الحمامة الأولى هي تطوان الأندلسية، والحمامة الثانية هي حمامة تطوان الأيقونة الإعلامية التي تطل علينا من القناة الأولى في واضحة النهار، وهي تقدم الأخبار بصوت رخيم كأنما تقرأ الأشعار. أدعو إلى المنصة، منصة التكريم، سعادة عبد الله العويس والأستاذ محمد القصير والسيد ممثل عامل إقليم تطوان والسيدة المديرة الجهوية للثقافة. على الإعلامية المغربية التي تربعت على نشرات الأخبار الإسبانية، ابنة مدينة تطوان الأستاذة زبيدة الفاتحي. ولأول مرة الأستاذة زبيدة الفاتحي ستقدم الأخبار بالعربية. الكلمة لك. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. باش بدات القصة ديالي مع التلفزيون، القصة ديالي مع الأخبار، ولكن القصة ديالي بدات من تطوان. فأنا كنشكر ساكنة تطوان، مدينة تطوان وتطوان، لأن هذا التكريم هذا أولا مسؤولية كبيرة، مسؤولية تزادني على المسؤوليات اللي عندي كاملين. مسؤولية مع هذا المهرجان لأني كنشكرو بزاف إدارة المهرجان والسيد مخلص. وأنا ماشي هنايا غير صدفة في مهرجان الشعر، لأن أنا عشت وكبرت في عائلة ديال الشعراء. منهم كاين الأخ ديالي عبد الرحمن الفاتحي شاعر، واخا هو كيقول أنا شاعر سابق، وأنا كنقول دائما بأن الشاعر ما يمكنش ما يبقاش يكون شاعر، كنكونوا شعراء دائما ونبقاو شعراء. وشاعرة أخرى في العائلة اللي هي نسرين بالعربي شاركت في هذا المهرجان في دورات واحدة أخرى. فأنا عشت دائما مع شعراء، ولكن اشتغلت في الأخبار وفي الواقع، وهذاك الواقع هو اللي جعلني أنني نكون هنايا معكم. فهذا تكريم ليا، ولكن تكريم من تطوان، ساكنة تطوان، هذا الحضور كامل، لأن بلا بكم ما كاينش الأخبار، ما كاينش القناة الأولى، وما كاينش تيليدياريو لو جورنال. لأن أنا ملي كنكون كنقدم الأخبار دائما يمكن نتوما ما تعرفوش، ولكن حنا فين كنكونوا تنقدموا الاخبار ما كيكون حتى شي واحد معنا في الاستوديو، ولكن نتوما كتكونوا حاضرين معايا. انا اولا هما الناس ديال تطوان ومدينه تطوان والمغرب ككل، فهذا الحمامه ديالكم التكريم ليكم نتوما، وتكريم طبعا القناه الاولى والزملاء ديالي، الزملاء ديالي اللي كاينين في تطوان، المراسلين ديالنا هنايا في المدينه. دائما كنبغي نشكرهم لان هما اللي كيقربوا لي اخبار ويوميات تطوان. فينا شاكر العلوي وعبد العالي القنوني اللي هما دائما حاضرين مع مدينه تطوان، مع اخبار تطوان. فانا كنشكرهم، وكنشكر طبعا الطاقم الصحفي اللي كيقوم بإعداد الأخبار بالقناة الأولى، وبالأخص الأخبار باللغة الإسبانية. فشكرا لكم، شكرا للحضور، شكرا للضيوف ديالنا، كنشكركم. مرحبا بكم في تطوان. تطوان دائما كترحب بالضيوف ديالها اللي كيكونوا بزاف في الصيف،
وانتم مرحبا بكم انتم معنا. فشكرا بزاف بزاف، وشكرا لهذا الفنان لان هذه الحمامه هذه غتبقى دائما معايا وانتم دائما. شكرا بزاف.